عليكم احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه يا جماعه؟ النهارده بقى نعمل لكم وجبه جديده، وجبه ابتكاريه ان شاء الله تجربوها بالطريقه، اهم حاجه بالطريقه اللي انا عاملها، وان شاء الله هتعجبكم وهتبقى زي الفل. قلت لكم اللي عدى واللي جاي ان شاء الله كله حاجات جديده تعجبكم، فيديوهات اكل جديده، فيديوهات تمرين جديده، والكلام الجميل بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف معانا ايه النهارده من المقادير. اول حاجه معايا هنا بقدونس، ده مغسول كويس. معايا بصل اخضر، عدد 3 بيضات، 4 حبايات من البطاطس، معايا ربع كيلو سجق مفروم. ده سجق انا جبته وفضيته يا جماعه، السجق بلدي وفضيت اللحمه المفرومه اللي فيه. معايا هنا جبنه موتزاريلا، معايا زبده نباتي، والتوابل بتاعتي معايا ملح ومعايا فلفل. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف هنعمل اول حاجه مع بعض ايه. اول حاجه بقى نعملها يا جماعه، هنجيب البطاطس كده ومعانا القطاعه ديت، ولا هنشتغل على بلانشه ولا بسكينه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنقطع بالجنب الصغير بتاع القطاعه ديت. هو هيبقى فيه تعب شويه بس دوق التيست ودوق الطعم في الاخر. هنقطع كده اكمل معاكم البطاطسايه ديت، لان انا مش عايز اعمل بعرض القطاعه كلها، لان انا عايزها تبقى بالسمكه ديت وبالشكل ده كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. واخد بالطول كده اهو عشان تيجي شريحه، وكل ما ناحيه تخس من البطاطسايه اخش على الناحيه اللي بعد منها زي ما انتم شايفين كده اهو، بتطلع بطولها. واهم حاجه القطاعه عندي اكيد دي متواجده في كل بيت، القشاره ديت، بس انا بستخدمها قطاعه في الوصفه في الطريقه اللي انا هعمل لكم بيها البطاطس النهارده. والطريقه هتعجبكم، تنفع للاطفال، تنفع للكبار، تنفع وجبه غدا، وجبه عشاء، وجبه فطار طبعا لا، من رابع المستحيلات. هكمل بقى تقطيع البطاطسايه ديت. اظن انتوا شفتوا الطريقه اهو، عشان لسه عندي 3 حبايات غير ديت هرجع اكملهم وارجع لكم اقول لكم ايه الخطوه اللي بعد كده. يا جماعه البطاطس بتاعتنا قطعتها بالشكل ده كده بصوا، واتشطفت واتغسلت. تاني مرحله بقى هنشتغل فيها، هنجيب بوله فاضيه زي كده، البيض بتاعنا بسم الله. ادي بيضه 2، مش اشكال القشره اللي وقعت دي هنشيلها حالا بالشوكه. 3، لا ده مصممين بقى، يلا مش قصه ومش عملتش حاجه والله. بس كده نمسح بس مطرح ما دي وقعت كده تمام التمام. سنة الفلفل الاسمر بتاعنا الجميل، سنة الملح، نركن ديت دقيقة كده ونيجي معاكم بايه بقى. بسم الله. البصل بتاعنا خلص بقى تقطيع البصل والبقدونس ونرجع لكم يا حبايب قلبي. البقدونس بتاعنا اهو خلص بقى تقطيعه خالص وارجع لكم. نرب البيض كده الاول، نربه ربه كويسه يا جماعه، صفاره يبقى على بياضه زي ما انتوا شايفين كده، وبالطريقه التقليديه بالشوكه اهو، يعني ايه بأقل الادوات شغال لكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بالبقدونس بتاعنا والبصل ونقلب كويس كده كده تمام التمام. اولع بقى الطاسه وارجع لكم عشان اقول لكم ايه الخطوه اللي جايه بعد كده. بتاعتي يا جماعه وادي الخلطه، هنزل كده بسم الله. وعشان
محدش يقول بنقلب بايدنا اهو. هنقلب بالماسك كده كله في قلب بعضه، نخلي البطاطس والخلطة كله يبقى واحد بالماسك بتاعنا اهو. مفيهاش اي مشكلة خالص، وجربوا الوجبة بالطريقة ديت ان شاء الله هتبقى وجبة مغذية واطفالنا هتحبها والكبير هيحبها كمان، مش الاطفال بس. هروح بقى اولع على الطاسة بتاعتي وارجع لكم من عند البوتاجاز. كده شغلنا النار على الطاسة بتاعتنا، هننزل بحتتين الزبدة دول ونسيبهم يسيحوا، وهوريكم الطريقة كلها يا جماعة. بشتغلها لكم مانوال اهو، مش محتاجة سحر ولا شعوذة. ان شاء الله نجرب الطرق دي، بعمل لكم ابتكارات اقسم بالله، يعني بتعب في الفيديوهات عشانكم واقدم لكم حاجة غير الحاجة التقليدية اللي الناس كلها بتعملها. يعني يمكن اول مرة الطريقة دي تشوفوها على اليوتيوب، بس ما تستغربوش عشان اللي جاي كله كده بأمر الله. بصوا يا جماعة انا النار عالية بس عشان الزبدة بتاعتي تسيح. بعد كده هوطي النار اهي، نار متوسطة كده خالص، واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بنص الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ارصها في الطاسة كده زي ما انتم شايفين. واسد الفراغات بتاعتها زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، على نار متوسطه. هنا لسه عايزه حته اهي، واهم حاجه نسد الفراغات عشان الشكل العام في الاخر يطلع معانا زي ما احنا عايزين وحابين اهو. هنعمل ايه بعد كده بقى يا عم بيسو؟ هنيجي السجق بتاعنا اهو، قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي نوزعه كده زي ما احنا شايفين على جميع انحاء الطاسه. جربوا بقى الكلام ده بالطريقه ده يا جماعه وتدعوا لي، مش والله ما هتعملوا حاجه غير ان انتوا هتدعوا لي. هم عاملين ايه؟ سنه فلفل اسمر كده على السجق عشان ايه الحلويات. وبعد كده هنقوم نازلين بالجبنه الموتزاريلا بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، وهنوطي النار بتاعتنا اكتر من كده سنه كمان. هنسيبه لمده مثلا 6 دقايق 7 دقايق، وهننزل بالوش التاني كده اهو. هنغطي الجبنه الموتزاريلا وهنغطي السجق وهنغطي الكلام الجميل ده بتاعنا كله. الوصفه سهله ومش تاخد معانا وقت خالص، وعملتها كلها قدامكم عشان تبقوا شفتوا الطريقه بعينكم. هخلص بقى وارجع لكم. الشكل اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. هنغطي عليها على الوش اللي هو موجود تحت في الطاسه من 6 دقايق ل7 دقايق على نار متوسطه زي ما احنا قلنا، وهرجع لكم وانا بقلبها على الوش دوت. اروح بقى اخلص شويه المواعين اللي في المطبخ دول في السريع. انا ما بحبش كده الدنيا تبقى مكركبه. اخلص انجز يعني على ما الوش بتاعي يستوي بتاع البطاطس اكون خلصت الاطباق اللي انا استخدمتها، وبحط كده زي كده الحاجه تتصفى عليها. زي ما انتم شايفين كده. اخلص بقى الكلام الجميل ده وارجع لكم نشوف وش البطاطس وصل لغايه فين. نغطي عليها زي ما انتم شايفين كده بقى، نفتح نبص بصه نقول بسم الله. شوف الجناب والطروف بتاعتنا كده. ايوه نسلك بس كده يا جماعه عشان لما نيجي نقلبها تتقلب معانا سهل. يعني كده بالظبط بقى لها مثلا 4 دقايق. هسيبها دقيقتين كمان وبعد كده هقلبها واوريها لكم.
ادي يا جماعه البيتزا الجميله بتاعتنا. ده كده الوش اللي استوى خد لون وقلبتها. طبعا انا قلبتها بغطا الحله، بصوا اهو العلامات عليه ايه. لغايه ما ان شاء الله كده هجيب نفس مقاس الطاسات اللي عندي، حاجات شكلها خشب كده بيتقلب عليها البيتزا والكلام ده ان شاء الله قريب. هنجدد في الدنيا يعني بامر الله عشان اللي جاي جديد. نغطي بقى ونوريكم الشكل النهائي في الاخر. احلى اخوات واحلى متابعين. كده بقى يا جماعه الطبق بتاعنا خلص بالشكل ده كده. ننزل بالكاميرا مع بعض. ده الشكل النهائي ليه. طبعا بصوا الدخان يعني سخنه وقطعتها كمان ما اتبهدلتش مني. بصوا الدخان طالع منها اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم يا جماعه اقسم بالله العظيم طعمها هايل هايل هايل. اللي مش حابب يحط زوق بلدي ممكن يعملها ببلوبيف، ممكن يعملها ميكس جبن. ممكن تتعمل حاجات كتير قوي فيها قيمه غذائيه جامده للناس اللي عايزه تزيد في الوزن، وفي نفس الوقت مش هنزيد وزن بترهلات وبدهون. هنزيد وزن كويس. طعمها جامد قوي على فكره والله. ولو عايزين يا جماعه في عندكم اي وصفه معينه عايزينها ان شاء الله نعمل وصفات للناس اللي عايزه تخس، وصفات للناس اللي عايزه تزيد في الوزن، وكلها ان شاء الله تبقى وصفات صحيه. واللي عايز دعم يسيب اللينك القناه بتاعته في كومنت. اشوفكم على خير. احلى متابعين واحلى ناس في الدنيا. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم.